الحقيقة لو كنت بتمارسي الرياضة قبل الحمل فأنا بنصحك إنك تكملي وما توقفيش، ولو ما كنتيش بتمارسي أي أنشطة بدنية فخلي الحمل فرصتك إنك تبدأي وتمارسي الرياضة. الرياضة بتقلل كتير من الأعراض السلبية اللي ممكن تجيلك في أثناء الحمل، زي آلام أسفل الظهر والإمساك والانتفاخ، بتزود من طاقتك وبتحسن حالتك المزاجية، بتمنع الزيادة في الوزن، وبتمنع خطر إصابتك بسكر الحمل، إلى جانب إنها بتسهل عملية الولادة وبتقلل احتمالات الولادة القيصرية. طبعا الفوائد دي كلها ما تمنعش إنك لازم تناقشي موضوع ممارستك للرياضة مع دكتورك، لأن في بعض الأمراض المزمنة اللي بتمنع ممارسة الأنشطة البدنية، زي أمراض القلب والرئتين، أو لو في عندك مشكلة أثناء الحمل زي ضعف عنق الرحم أو أعراض ولادة مبكرة أو نزيف. لو دكتورك قال إن كل حاجة تمام ومفيش حاجة تمنعك من ممارسة الرياضة أثناء حملك، فإحنا بننصح بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة في اليوم 5 أيام في الأسبوع، يعني 150 دقيقة في الأسبوع، وممكن تبدأي ب10 دقايق وتزودي المدة بالتدريج، ولو أنت كنت بتتمرني بحمل معين ممكن تكملي عليه طالما مش حاسة بأي مشاكل.